خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ما تخصصه الحكومة من ميزانية ضخمة تزيد عن مليار دينار لهذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية. ومن هذا المنطلق انعكس الاهتمام أيضا في حجم المشاركات المتوقعة من مجموعة همتنا لديرتنا التطوعية الكويتية، والتي تصب عملها في خدمة مجتمعنا وأبنائنا من ذوي الإعاقة. وفي هذا اليوم وفي هذه المناسبة أقامت مناسبة وهي اليوم العالمي للصحة. طبعا ما ننسى الدور الكبير والراعية والتي تدعم دائما هذه الفعاليات لأبنائنا ذوي الإعاقة الشيخة خليفة عبد الله الصباع، الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين. فكل الشكر والتقدير مع الشيخة على حضورك ودعمك اللامحدود لأبنائنا من ذوي الإعاقة. وأيضا لا ننسى أن نتشكر من كافة وسائل الإعلام وعلى رأسها إذاعة دولة الكويت، إذاعة يا أغلى دار، على نقلها هذه الفعالية عبر الهواء مباشرة من خلال هذه الإذاعة. كل الشكر والتقدير لفريق وطاقم إذاعة يا أغلى دار. إذن إخواني الحضور مستمعينا الكرام، سوف نبتدئ أولى فقرات هذا الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم يقريها على مسامعنا سالم القطار.